السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في المحاضرة الأولى من كورس ال OOP مع كودكس هاب. المحاضرة دي إحنا هنبدأ ندخل مدخل لل OOP، وهو ليه أصلا في OOP؟ ليه لغات البرمجة زي السي بلس بلس، البايثون، جافا، سي شارب، ليه الكلام ده كله قايم على فكرة ال OOP؟ ليه ما استكفيناش بالطريقة البسيطة بتاعت إن أنا أعرف متغيرات وأعمل فانكشن، والفانكشن دي تقدر توصل للمتغيرات ونبني سيستم بالمنظر ده؟ تعالى كده نجاوب على السؤال ده من خلال التطبيق اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. وهو تخيل إن إحنا اتطلب مننا سيستم إن إحنا نعمل أبليكيشن عشان يحسب الرواتب للموظفين في الشركة. فهتقول لي كل موظف أنت هتبدأ تخزن له شوية بيانات زي مثلا الفيرست نيم، اللاست نيم. هبدأ أخزن للموظف ده الوركينج اورز، عدد ساعات العمل اللي هو اشتغلها. هبدأ أخزن للموظف ده سعر الساعة بتاعته كام، الاور ريت. وهبدأ إن أنا أحسب السالري. طيب هنبدأ نعمل إيه؟ هنبدأ ناخد الداتا دي من اليوزر. هقول له مثلا enter your first name، فهو هيدخل، أو أنا عامل cn، هيدخل الاسم الأولاني ليه. نفس الكلام هبدأ أطبقه مع اللاست نيم. هبدأ أخد برضو منه عدد ساعات العمل اللي هو اشتغلها، الوركينج اورز بتاعته، اشتغل قد ايه. وهاخد سعر الساعة بتاعة الموظف. طيب المفروض ان انا بعد ما اخد البيانات دي او ادخل البيانات دي للموظف، ابدأ ان انا احسب السالري اللي هو يبقى عبارة عن عدد ساعات العمل بتاعته في سعر الساعة. وبعد كده هقوم طابع رسالة، هقول له مثلا ان الامبلوي اللي هو مثلا his name، واقوم طابع له الفيرست نيم بلس اللاست نيم، اعمل كونكات ما بين الاتنين، واقوم طابع السالري بتاعه، او خلينا نقول برضو his salary، ونقوم طابعين السالري بتاعه. طيب تعالى نرن كده. فرضا ان احنا بعد ما خلصنا الابليكيشن بتاعنا ده سلمناه لحد مثلا في قسم الحسابات، هيبدأ انه يشتغل عليه. بيبدأ يدخل اسامي الموظفين، الاسم الاول، الاسم التاني. الموظف ده اشتغل مثلا 30 ساعة، الساعة بتاعته ب30 جنيه، يبقى الموظف ده المرتب بتاعه 900 جنيه. طيب الراجل ده كده بقى محتاج عشان يحسب المرتب بتاع كل موظف يقفل الابليكيشن بتاعه ويفتحه. فجه قال لي انا عايز احسب ل10 موظفين على طول مرة واحدة. هنا انا بتحط قدام اول مشكلة. هو عايز يحسب ل10 موظفين مرة واحدة، بس انا الابليكيشن بتاعي ده بيحسب لموظف واحد. هتقولي خلاص خد نفس الكود بتاعك ده كده، كوبي بيست، وكرره 10 مرات. بس ايه اللي هتغيره؟ بدل ما يبقى اف نيم هيبقى اف نيم 2. تعمل متغيرات تاني اهو، وتقول له هنا دخل لي الاسم التاني اهو. هيبدأ ان انا عملت حجزت متغيرات تاني عشان اخزن بيها الحاجات بتاعة الموظف التاني. ما هي الموظف الاولاني دوت كده داتا، والموظف التاني ده داتا تانية بالنسبة لي، ولازم في الاخر برضو اهو. كده انا قدرت اعمل البرنامج هيحسب الاتنين موظفين. تعالى كده نشوف مع بعض اهو. لو جينا رنينا البرنامج ده، بعد ما يحسب للموظف الاول اهو، الموظف الاول مثلا اللي هو عز طه اشتغل 30 ساعة في 30 جنيه سعر الساعة. بعد ما حسب للموظف الأول قال له إيه، دخل لي بقى الموظف التاني اللي هو مثلا محمد، اللي هو مثلا وائل، اللاست نيم بتاعه ده اشتغل 100 ساعة مثلا، والساعة بتاعته ب50 جنيه. فالراجل ده يبقى مرتبه 5000 جنيه. بس برضو 2 موظفين وأنا وقفت وما قدرتش إيه،
وما قدرتش اكمل. طيب المشكله بقى هنا في ايه؟ ان انت ما تقدرش تقعد تعيد نفس المتغيرات بتاعتك دي عشان تعمل 10 موظفين. كده احنا بنعمل حاجه غلط. مش منطقي ان انا اقعد اعمل متغيرات ل10 موظفين. طب لو بقوا 100، طب لو بقوا 1000، هعيد سطور الكود دي 1000 مره؟ وفي دايما كونسبت في البروجرامنج كده اسمه دراي، اللي هو دونت ريبيت يور سيلف. اول ما تلاقي نفسك بتعيد ان انت تكتب الكود بتاعك ده او تعيد سطور الكود تاني، اعرف انك بتعمل حاجه غلط. فهيجي حد منكم ويقول لي طب ما احنا ممكن نعمل، خلينا ده كده نعمله اول ريجون عشان يبقى معاك، ونسميه ده الفيرست سوليوشن. ده مثلا هيبقى الفيرست سوليوشن بتاعنا. وتعالى حد مثلا هيقول طب ما احنا ممكن نعمل array. بالظبط، تعالى كده نعملها بطريقة الاري ونشوف هنعمل ايه. هتقول لي بكل بساطة هروح اعمل array من نوع string واسميها first name. ده كده السوليوشن الاولاني اهو. هتقول لي هعمل array اسمها string اهو، هتبقى من 10 اسامي، واروح اعمل string تاني بتاعة last names بتاعة ال10 موظفين. ونفس الكلام اروح اعمل integer بيمثل ال working hours، برضو عبارة عن array من نوع integer لل10 موظفين. وهروح اعمل double بتاع ال hour rate لل10 موظفين. نفس الكلام array من 10. واروح اعمل double، مش هعمل بقى، هروح اعمل بقى full loop. مش هحسب السالري بقى، هحسب السالري عن طريق ايه؟ عن طريق فانكشن. هتقول لي هتعمل فول لوب من اول الاي بتساوي 0 لحد الاي اصغر من ال10 والاي بلس بلس. جوه اللوب دي هتعمل ايه؟ هتقول لي هروح اعمل فانكشن. الفانكشن دي المفروض ان هي بتريتيرن دبل، وهسميها ان هي بتكالك السالري. المفروض ان الفانكشن دي تاخد حاجتين، تاخد انتجر يمثل الوركينج اور، عدد ساعات العمل اللي هو الراجل ده اشتغلها، وتاخد مني دبل بيمثل الاور ريت اللي الراجل ده اشتغله. كل دور الفانكشن دي ان هي تعمل ايه؟ ان هي ترجع لي حاصل ضرب الوركينج اورز بتاعته في الاور ريت بتاع الموظف ده. طيب وانا هنا هبقى جوه الاري بتاعتي كل دوري ان انا هنده على الكالكوليت سالري، وهبعت لها الوركينج اورز بتاعت الراجل الاولاني، وابعت لها الاور ريت بتاعه الاولاني. بس هنا بقى اتحطينا قدام اول مشكلة، لقينا نفسنا عشان نعمل برنامج لعدد مثلا موظفين او عدد طلاب، او انا هعمل سيستم لشركة فيه اكتر من اوبجكت موجود عندي، فلقيت نفسي خليت الداتا في مكان وخليت الميثود او الفانكشن في مكان. هنا تواجهنا يعني واجهنا مشكلتين. المشكلة الأولانية إن إحنا دلوقتي بقت عندنا الداتا دي حاجة اسمها جلوبال فاريبل. يعني إيه جلوبال فاريبل؟ يعني أنت هنا لو عندك 5 6 فانكشن أو 10 فانكشن، حتى لو ما يخصوش الموظف هم قادرين يوصلوا لبيانات الموظف دي. مفيش أي حاجة تحمي البيانات دي تقول مين يقدر يشوفها ومين ما يقدرش يشوفها. تاني مشكلة قابلتنا، لو عندك برضو هنا في السيستم بتاعك لما هيكبر 10 أو 20 فانكشن، ال 20 فانكشن دول بيوصلوا للبيانات دي. لو حصل مشكلة على البيانات دي، مين اللي هيبقى عمل المشكلة دي؟ محتاج ان انت تراجع كل الفانكشن اللي موجودة عندك في السيستم قدرت توصل للبيانات دي عشان تشوف مين اللي سبب المشكلة. ومن هنا طلع الكونسبت الاولاني اللي اتبنى بيه كل الاو او بي، ان احنا عايزين نجمع الاتريبيوت او الداتا. دي بنقول عليها الاتريبيوت او الداتا زي ما احنا هنشوف، ودي بنقول عليها الميثود. عايز اجمع الاتريبيوت او الداتا بتاعتي والميثود في مكان واحد، واسمي المكان ده كلاس. وبعد ما اظبط المكان ده بقى اخد منه اوبجكت زي ما انا عايز،
زي ما احنا هنشوف مع بعض في المحاضرة الجاية. بس اهم كونسبت نطلع بيه من المحاضرة دي، خلاص الاو بي طلعت عشان تعالج فكرة ان انا يبقى عندي اتريبيوت في حتة وعندي ميثود في حتة تانية. حتى الاتريبيوت بتاعتي انا عامل كل واحد في اري منفصلة عن التاني، فطبعا ده برضو مشكلة، مش قادر اجمع البيانات مع بعض في مكان واحد. فالفكرة اللي قام عليها الاو بي ان احنا هنجمع البيانات بتاعة الموظف او اللي هتمثل الموظف في الشركة، وعايز اجمع الافعال او القدرات او الميثود او الفانكشن بتاعة الموظف ده واحطهم في مكان واحد واسميه كلاس. اشوفكم المحاضرة الجاية عشان نكمل او بي مع بعض.